شباب تانية ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ معانا المراجعة النهائية، الخمس امتحانات اللي احنا اتفقنا عليهم قلنا هنحلهم مع بعضينا. في 3 هيكونوا في الفيديو ده، في 2 مع بعضينا في المراجعة اللي قبل الامتحان بيوم. يلا سريعا نخش على اللي احنا عاوزينه عشان نقدر نختصر وقت ونقدر نذاكر على البرنامج اللي انا هقوله للجميع. تمام، سواء في المحاضرة اللي قبل الامتحان او على الجروبات. يلا بينا. دلوقتي عندنا اول حاجة في الامتحان الدايلوج. طيب يلا نبدا الدايلوج، بس قبل ما نحل الدايلوج يا شباب محدش ينسى المحادثه عندنا ليها خطوات. ايه الخطوات؟ بسال على اخر كلمه، احدد اداه الاستفهام، بعد كده ببص بعيني في الجمله كل المحادثات اللي قلناها مع بعض او حليناها مع بعض او اللي اتبعتت على الجروبات قبل كده. بص بعينك في الجمله، لو الجمله فيها از او ار او كان او ويل هناخدهم نحطهم في السؤال. طب ما فيش هنروح لدو يا داز يا ديد. بليز محدش ينسى وانت بتحل المحادثه او وانت بتحل المحادثه كانك بتكلم حد على الواتساب، ما تتخطاش الكلام. يعني ايه ما تتخطاش الكلام؟ تعالى اوريك ازاي. دلوقتي بيقول لك هاي سمير، any plans for the weekend؟ في اي خطط لاجازه نهايه الاسبوع؟ محدش يجاوب. بص تحت هنا the museum، راح قايل له sounds interesting، يبدو رائع او يبدو جميل. يبقى هما كده اتفقوا، او هو قال له ان احنا ممكن نروح المتحف. حلو، يبقى هيقول له ايه؟ ممكن نروح المتحف. طيب، او نستطيع ان احنا نروح المتحف. احنا بقى هو نور وسمير، يبقى we can go to the museum. راح قايل له ايه؟ the museum sounds interesting. قال له المتحف. تمام، حلو حلو. طيب رقم 2 هنعمل question، هنعمل سؤال. قال له with my friends، هنروح مع مين؟ مع اصحابي. حلو، يبقى who، من. ممكن حد يكتب who يسكت هنا براحتك عادي، مفيش مشكله، بس انا هكملها. انا عايز افتكر ستايل السؤال اللي باداه استفهام ايه؟ اداه استفهام فعل مساعد ضمير او اسم. طيب هقول له ايه؟ مين هيجي معانا؟ مين هيجي معانا؟ راح قايل له ايه؟ who will go with us يعني نحن، معانا احنا يعني. مين اللي هيجي معانا؟ اهو who will go with us. who will go with us، من سوف يذهب معنا. راح قايل له ايه؟ with my friends، مع صحابنا. حلو قوي. طيب ممكن هنا اللي بعديها بقى نفس الكلام، هنحط ايه؟ سؤال. هنا بيقول ايه؟ unfortunately يعني لسوء الحظ. راح قايل له I have to work on a project. هنا بقى في مشكلة. راح قايل له انا عندي كده مشروع. قلنا بقى بنسأل على اخر كلمة، يبقى هنسأل على on a project. اسأل على بحرف الجر، غير عاقل يبقى what. بص بقى هنا، هل في is او are او can او will؟ is او are او can او will؟ لا، هنروح لdo يا does يا did. do مع الفعل في المصدر، هنا have في المصدر، يبقى what do you have. طيب رقم 4 في حاجة مكتوبة، راح قايل له that's too bad. يبقى هيقول له هاجي، هقدر اجي ولا مش هيقدر يجي اهو. هيقول له I can't come. I can't come. بعد ما عشمه ضحك عليه، راح قايل له I can't come. يعني الدنيا سهلة خالص اهو. I can't come مش هقدر اجي. راح قايل له ايه؟ that's too bad. that's too bad، ده سيء جدا. ممكن بقى في رقم 1 حد مثلا يقول لي طب انا عندي رأي تاني. ممكن يقول ايه؟ I have no plans for the weekend. يعني ممكن حد يجي في رقم 1 كده يروح قايل لي I have no plans for the weekend. يقول هو طب ممكن هو يكون عرض عليه ان هم يروحوا المتحف، فعادي. ممكن حد يقول حاجة غير دي هنا عادي، مفيش مشكلة. ممكن هنا حد يقول هو ويسكت عادي. طب ممكن حد يقول هو ويل جو ويسكت عادي. كل اللي انت بتقوله ده او كل اللي احنا بنقوله ده هنا صح. هنا مثلا ممكن حد يقول ايه؟ I can't come with you، انا مش هقدر اجي معاك. عادي، مفيش اي مشكله. هنا كل ده متاح، كل اللي قلناه متاح. فممكن تغير في رقم 1، ممكن تغير في رقم 2، وممكن تغير في رقم رقم 4. لكن رقم 3 الوحيده اللي ستايل السؤال ثابت، اللي هو اداه الاستفهام فعل مساعد الضمير او الاسم. محدش ينسى ال WH question، دي حاجه مهمه مهمه مهمه. لو حد نسي بص على السؤال المقالي بتاع القطعه في الامتحان، هتفتكر شكل السؤال باداه استفهام. طيب يلا بينا بقى. هنا انا مجهز دول عشان يوفروا علينا وقت في الفيديو.
خش على اللي تشوز مع بعضينا. اول سؤال عندنا في اللي تشوز يا شباب بيقول لك scientists developed a material، يعني العلماء وفروا مواد علمية. حلو قوي. that becomes a under specific light، او اشياء تحت نور خاص او مميز. تمام حلو. conditions في ظروف معينة. حلو قوي. دلوقتي inspiring لا، inspiring يعني ملهم او محفز، لا طبعا. طيب separate يعني يفصل، لا. invisible غير مرئي، لان هو بص بيقول لك ايه under specific light conditions، تحت ظروف ضوئيه مميزه او خاصه او معينه يعني بمعنى اصح. وكلمه conditions يعني ظروف، فالاجابه هنا كلمه invisible. لكن كلمه confident يعني واثق من نفسه، لا خالص، ما لهاش دعوه هنا. رقم 2 بيقول لك starting a new hobby، انك تبدا هوايه جديده with real a makes the learning، خلي التعليم process او عمليه التعليم او العمليه التعليميه more enjoyable، يعني ممتعه اكتر and rewarding، ممتعه ومجزيه. طبعا يبقى عندك حماس للشيء ده، حماس اسمها enthusiasm. لو سمحت في ناس كتير بتنطقها غلط، اسمها enthusiasm. طيب نمبر 3 بيقول لك after the system crash، بعد لما النظام باظ the IT staff، فريق الانفورميشن تكنولوجي، تمام، اللي شغال was not with thousands of angry emails، عندهم ايميلات بالالاف بسبب النظام او السيستم باظ. حلو قوي. طيب هيتجاهلوا حاجه زي كده؟ لا، مش ignored. طب bored ممل؟ لا. طب satisfied يعني راضي او قنوع؟ لا. overwhelmed يعني منغمس في عمل شيء، او زي ما بقول لك كده ايه، مكفي على وشه، مش قادر يقوم من الحاجه اللي بيعملها. تمام. فالاجابه هتبقى overwhelmed، يعني منغمس في عمل شيء. تمام. مركز في حاجه غصب عنه يا جماعه، غصب عنك مركز فيها. طيب نيجي على نمبر 4 بيقول لك this new dictionary يعني القاموس الجديد ده is not to، بس اقف بقى. القاعدة بتاعت جرامر يونت 10 am is are was were، بعد كده mean to، بعد كده الفعل فين؟ في المصدر، معناها يعني أو يقصد. إنما القاعدة التانية am is are was أو were، بعد كده supposed to، بعد كده فعل في المصدر. طيب حلو قوي، تمام معايا كده. طيب ايه القاعدة التالتة؟ كان seem to بيجي وراها الفعل في المصدر على طول. mean to يعني أو يقصد. supposed to معناها يفترض أن أو من المفترض أن. seem to معناها يبدو أن. طيب تعال نبص دلوقتي. seem دي مش هينفع، متجيش معاها was were. supposing غلط، seeming غلط، فغصب عني الإجابة مين؟ ليه؟ بيجي قبلها am أو is أو are أو was أو were وبعديها to، بعد كده الفعل في المصدر. شكرا، ما تديش السؤال أكبر من حجمه. اللي بعديها بيقول لك when I was a child، لما أنا كنت طفل، ماضي بكمل ماضي، grammar unit 11، يبقى الإجابة used to would نختارها لو used to دي مش موجودة، فالإجابة هنا would دي غلط، were غلط، had lived غلط. اللي بعديها فعل من الافعال يا جماعه اللي ما بتجيش معاه ان جي، افعال الحواس. افعال الحواس زي كلمه تيست وسميل، زي كلمه تيست وسميل. تيست يتذوق، سميل يعني يشم. حلو قوي. ركز بقى معايا لو سمحت. دلوقتي بيقول لك this soup مفرد، هيدا على ات. اول ما تيجي تبدا جملتك بهي او شيء او ات والكلام مضارع، هتاخد الفيرب تحط له اس التحقق، فهتبقى tastes. خلي بالنا الفيربين دول او الفعلين دول دايما بيجوا في الامتحانات، والله العظيم محدش ينسى. طيب نخش على الري رايت، يلا مع بعضينا. دلوقتي عندنا اول سؤال في الري رايت يا شباب، بيقول لك حط اف. الاي كابيتال، حد شايف الاي كابيتال؟ فهبدا باف. عندنا في السؤال في unless، مع السلامه unless، بس في مشكله دلوقتي يا شباب. unless عشان تيجي في الكلام، عشان لو جات لنا بقى unless اصلا لازم جمله من الاثنين في نفي او معنى سلبي. نفي او معنى سلبي، تاني نفي او معنى سلبي. فهنا النفي جه اهو. انت بقى لما تيجي تكتب اف، يا تشيل النفي يا اما تخلي الاثنين نفي، يا اما تخلي الاثنين مثبتين يا اما تخلي الاثنين نفي. يعني بص انا قايل ايه؟ if you don't save money، you في المضارع بتاخد don't اهو، حاطط don't هنا. if you don't save money، لو انت ما حوشتش فلوس، you won't be able to travel، ما كنتش هتسافر. طب لو حد قال if you save money you will be able to travel، عادي جدا مفيش اي مشكله. يبقى لو حد قال
لو انت ما حوشتش فلوس مش هتسافر، that's okay. لو حد قال لو انت حوشت فلوس هتسافر، that's okay. الاثنين صح، بس please don't forget ان unless عكس if. unless لازم جملة من الاثنين منفيين. وحاجة كمان، حاول على قد ما تقدر، حاول على قد ما تقدر لما تيجي تحط if وتشيل unless، يا اما الاثنين مثبتين يا اما الاثنين منفيين. فبليز دونت فورجيت، لو سمحت محدش ينسى، عشان ممكن يقول لك العكس. يعني ممكن اديك الجمله دي اللي انا جاوبتها ويقول لك حط unless، فلازم واحده من الاثنين يبقى فيها نفي. ركز معايا. طيب نيجي على رقم 2. رقم 2 يا شباب بيقول لك wearing a uniform at school is obligatory، يعني ضروري او مهم for students، للطلاب. بيقول لك حط have to، بس معلش ثانيه واحده، هو بيقول لك wearing a uniform at school is obligatory for students، مهم لمين؟ للطلبه. يبقى انا لازم اخد students دي ابدا بيها. ليه بقى؟ احنا قلنا جمله الانجليش تبدا بضمير او اسم بعد كده الفعل. الضمير او الاسم لو موجود في الكلام لازم ابدا بيه، لو مش موجود بروح اكتب يو. فهنا طبعا موجود اللي هو جرامر يونت 8 بتاع الهيلبينج فيربس، الافعال المساعده. يبقى students، students ده حرف اي عشان لو مش باين، students وده الدي. students have to، طبعا الجمع بيجي مع have to. wearing دي هتبقى wear اهو، wearing هتبقى wear فعل في المصدر. كل الافعال المساعده بعديهم الفعل في المصدر. basics in English، الاساسيات، حد ينساها. wear a uniform at school. طب ثانيه واحده بقى، كلمه obligatory دي ليها لازم؟ لا ملهاش لازمه. عارف ليه؟ انت قايل have to وانت قايل have to يعني يجب ان، الزام، وobligatory يعني مهم او ملزم بعمل شيء. خلاص. طيب نمبر 3 بيقول لك حط باي. افتكر بقى باي اخر جرامر يونت 12. باي وراها فتره زمنيه في المستقبل، الناحيه الثانيه ويل وهاف، والتصريف الثالث للفعل المستقبل التام. ومحدش ينسى ان ويل بالعربي معناها سوف، وراها بقى مصدر، وراها هاف، والتصريف الثالث ويل معناها سوف. العربي هيريحك، بس انا هنا بعمل قاعده، بعمل رول ان انجلش، قاعده. طبق القاعده والسلام عليكم. تمام، زي قواعد النحو في العربي. طيب فين هنا الفتره الزمنيه؟ اهي next October، شهر 10 اللي جاي. يبقى باي البي كابيتال اهي، البي كابيتال باي نيكست اكتوبر. لما حد يا جماعه يجي يكتب الفتره الزمنيه في اي جمله في الاول اعمل بعديها كوما، اوعى تنسى، اوعى تنسى، ما تدخلهاش على الكلام فجاه كده. يبقى باي نيكست اكتوبر the builders will have finished the new school. اهو the builders اهو، هات بقى الجمله من اولها. بلان 2 ملهاش لازمه، دايما جملتنا من بعد 2 الفينش اهو، ادي فينش اهي. يبقى will have finished وبعد كده the new school. هل before لها لازمه؟ لا. هل next October لها لازمه؟ ايوه، هنحطها دي الفتره الزمنيه اللي هو عايزها، شهر 10 القادم. طيب نيجي على اللي بعديها، سؤال سهل بقى، بيقول لك حط ايه؟ enjoy. enjoy يعني يستمتع، لازم نطلع كلمه من الجمله بمعنى يستمتع او يحب يعني. اهي like، يبقى احنا هنشيل like ونحط مكانها ايه؟ enjoy. بس كده اهو. my brother doesn't enjoy the taste of coffee. طب ده جرامر يونت كام؟ يونت 9. عرفت منين؟ عشان تيست بيتذوق، احنا قلنا مش هيجي معاها اي حاجه، يا اما هتسيبها زي ما هي يا اما تحط لها قصه تحقق مع هي او شيء او ات، وهي هنا مش جايه في الاول فخلاص قصه التحقق جت، فاحنا مش هينفع نقولها تيستس خلاص، لا قبلها ذا اصلا. بس بصوا يا جماعه، حليت على جرامر يونت كام؟ 7 و8 و12 و9، 4 وحدات في 4 اسئله سمعتوهم. بس انت محتاج ان انت تركز بس مش اكتر، هتخش تقفل الامتحان الصبح باذن الله. نخش بقى على اللي بعديها ونفتكر القطعه كانت بتحل ازاي يا جماعه. يلا بينا. دلوقتي عندنا اول سؤال بيقول لك what's gratitude described as in the passage. معلش بقى انا اسف، فين تالت كلمه في السؤال دي؟ 1 2 3، من تالت كلمه في السؤال اخر كلمه في السؤال انا هترجم دلوقتي. اصلا gratitude عندنا في المنهج معناها شكر او امتنان، تمام؟ بس هو انا عايز دي بقى described as in the passage، يعني موصوفه in the passage. اقسم بالله passage يعني قطعه من الاجابه فوق، يعني لو حد مش عارف يقرا مش عارف المعنى عادي حل الكلام قدام عينيك اهو. gratitude ادي gratitude وادي is وادي is، بس خد الجمله من النقطه للنقطه اهي، ولا قريت ولا عملت اي حاجه، انا اصلا الكلمه دي احنا واخدينها بس. يبقى gratitude is one of the most powerful feelings a person can have، الشخص يستطيع ان يملك. طيب how does gratitude affect people's sleep and stress levels according to studies؟ اهو فين تالت كلمه؟ ادي 1 2 3 من بعد does. تعال نطلع الكلام ده من القطعه اهو، بص معايا كده، انا هبعد شويه بص معايا. بص يا شباب،
بص studies معرفش باينه لكم. بص هبص عليها. بص يا جماعه باينه اهي والدنيا تمام وزي الفل اهو. بص انا عملت السهم منين وانا ما بعرفش اقرا. انا غلبان وهحل القطعه صح. هحلها صح على 5 درجات. حرام هيضيعوا على الفاضي. تمام. طيب يبقى studies اهو. studies show that people who regularly express gratitude sleep better. الناس اللي يعني دايما شاكره او ممتنه بتقول الحمد لله يعني وراضيه بحياتها دايما بتنام كويس. او feel less stressed بيشعروا بتوتر اقل او ضغط اقل and build stronger relationships with others وبيعملوا علاقات قويه مع الاخرين. دي رقم 1 ودي رقم 2. والله العظيم 3 يا جماعه. الموضوع ما محتاج اي مجهود غير انك تتعب نفسك فقط وتدور بعينيك بس. نطلع بقى نيجي هنا كده يلا. نمبر 3 بيقول لك what simple habit تمام can transform a person's mindset. او what simple اهي simple. بس لازم بقى ناخد من هنا. ليه بقى ناخد من هنا؟ لان what هنا مفيش بعديها فعل مساعد. مفيش is are can will do does did. خلاص هناخد الكلام ده ندور عليه. طيب تعالى ندور يلا. بقولها اهي. بصوا يا جماعه اهي for each day can completely transform your mindset. اهي mindset اهي تمام. mindset اهي transform اهي mindset and improve your overall well-being اللي هي الصحة النفسية. overall well-being بس كده. بس والله ما عملت حاجة ولا فكرت يا عم. انت شايف انا جايبها من بعد النقطتين. حد حب يقول لي لا انا عايز اجيب الجملة من اولها لاخرها. اهي practicing gratitude يعني ممارسة الشكر او الامتنان. انك تكون يعني شاكر او ممتن لكل حاجة بتحصل حواليك. الحمد لله يعني اهو. بس خدت السطر ده والسطر ده والجملة من اولها اهي بس كده. اهي من اول هنا لحد هنا. شكرا والسلام عليكم. بس ما مش عايزين ندي الموضوع اكبر من حاجه. السؤال لا لسه في عندنا سؤالين تشوز. هنفضل بقى نطلع وننزل معلش. كلمه ده اصعب سؤال ممكن يجي لك في امتحان يا شباب. لما يجي يقول لك كلمه معناها ايه او عكسها ايه. بيقول لك possess. كلمه possess دي هي have او has. على فكره موجوده عندنا في جرامر يونت 9 بتاع am و is و are والاي ان جي والحالات اللي هي المختلفه. الافعال اللي هي مختلفه ساعات بيجي معاه اي ان جي وساعات لا. فاون يعني يملك وبوسيس يعني يملك. بص بقى اللي بعديه رقم 5 according to the passage يعني بالنسبه للقطعه. يعني الاجابه بص بيقول لك الكلام اللي وراها ده اقسم بالله فوق. according to the passage يعني بالنسبه للقطعه. فخد بالك وخدي بالك من سؤال زي ده. many people focus on. ناس كتير بتركز على ايه؟ انا هنا مختار what they lack rather than what they have. يعني بيركزوا على الحاجات اللي بتقع منهم او الحاجات اللي ما في ايد غيرهم عكس الحاجات اللي في ايديهم. عشان مش عايزين نيجي جنب دي اهي. بص many people focus only on. والله نفس الكلام اللي في السؤال. what they lack rather than what they already possess. اهي نفس الكلام ده. انزل بقى كده what they lack rather than what they have. شكرا بس كده. طيب اللي بعديها بقى ده يلا بينا نخش على الاسلامك. بيقول لك نسيبة not Islam from the very beginning. اعتنقت الاسلام من البدايه. adopted خلي بالك adopted هي embraced. فلو جالك يا شباب في الاسئله embraced هي adopted يعني اعتنقت الاسلام. رقم 2 بيقول لك tolerance التسامح must be emphasized among Muslims. يعني ايه emphasized؟ يعني يؤكد على. لازم كلنا نستخدم او نتعامل بتسامح. كلنا عموما لازم نتعامل بايه؟ بتسامح مع الاخرين among Muslims. طيب نيجي على اللي بعديها يا شباب. خش بقى يلا بينا. بيقول لك that Torah اللي هي التوراة foretells اخبرتنا. التوراة قالت لنا the prophethood نبوءة يعني of prophet محمد بوجود النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء. صح؟ طيب اللي بعديه the judge must stick to justice يعني الحكم أو القاضي. judge يعني القاضي must stick to يجب أن يلتزم ب justice
العدالة to settle disputes عشان يحل النزاعات. طبعا صح أو true. هو حد ينسى يعمل كده؟ لا ولا كده. لا 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 لا، يا true يا false، بس كده. هنا بقى يا شباب الباراجراف هنبقى نتكلم فيه مع بعضينا في المراجعة كده براحتنا عشان بس ما ناخدش وقت مننا دلوقتي. هنا small acts of kindness that change the world، أفعال أو مواقف طيبة أو بتظهر فيها عطف تقدر تغير لنا العالم كله. طلب صغير هنا ممكن تقول بس إيه مثلا إيه we should help poor people، يجب علينا أن نساعد الفقراء مثلا. we should make our environment clean، نخلي البيئة بتاعتنا نظيفة. أفعال بقى عموما أي حاجة كويسة ممكن نعملها لمجتمعنا أو البيئة اللي إحنا عايشين فيها والدنيا تبقى تمام وزي الفل، زي كلمات يونت 7 يعني. طيب نخش على الامتحان التاني، يلا بينا. بيقول لك هاي عمر how was your weekend off، was ماضي، كيف كانت اجازه نهايه الاسبوع بتاعتك؟ قال له حاجه، راح قال له really بجد، ما ايه ما حدش يعرف. قال له ايه؟ بص رقم 1 فاضيه او رقم 2 بقى، هنا مش مترقمه مظبوط، ادي دي 3 1 2 3 4. راح قال له I went hiking in the mountains، انا رحت اتسلق الجبال with my cousins، او اتمشى في الجبال مع مين؟ my cousins، ولاد عمي او ولاد خالاتي. طب حلو قوي، يعني كده الاجازه كانت حلوه ولا وحشه؟ قوي يا عم، ده بيقول له that sounds fun، صح كده؟ يعني كده الاجازه كانت حلوه ولا وحشه؟ كانت حلوه. طب يا عم محدش خد باله، حلو I would love to، love حابب حاجه زي كده. طب هنا قال له perfect، perfect بص قال له ايه؟ perfect، نفس الشخص عمر اهو، يبقى هنا كانت حاجه حلوه. تمام، يبقى هيقول له ايه بقى؟ how was your weekend؟ هيقول له ايه؟ I was happy، انا كنت مبسوط. حلو بجد. هنا هيقول له ايه؟ why، ليه؟ قال له بجد ليه؟ راح قال له ايه؟ I went hiking in the mountains، انا رحت اتمشى او اتسلق الجبال with my cousins، رحنا يعني الجبل يعني ايه ونعمل ايه مغامرات هناك. راح قال له that sounds fun، حلو جميل. راح سأله سؤال تاني، قال له yes I would love to، would اهي، دي would، تعرف منين ان دي would؟ وراها الفعل في المصدر اللي هو جرامر يونت، ها حد فاكر يونت كام؟ ها 11. حلو قوي. would موجوده وفي يس اشطب على يس او نو، would فعل مساعد يبقى would you، هيتحول لي you love to come. بص بقى would you love to come، او would اهي، would اهي واي بقت you، ولove اهي وتو اهي، ورحت انا ضايف come يعني ياتي. would you love to come، هل تحب انك تيجي؟ راح قال له yes I would love to، احب اجي. تمام. راح قال له when are you planning to go، امتى متى؟ ما جاوبش. قال له perfect I will be free then. راح قال له just text me the details، لو سمحت قول لي التفاصيل. هو هنا اداله اي مده، اكتب بقى اللي انت عاوزه، مثلا next. خلي بالنا، عارف اللي انا بكتب next يا جماعه؟ بص تحت مكتوب ايه؟ well grammar unit 12، جايب لك كل حاجه ميكس well اهي. طيب يبقى next مثلا week، اي مده في المستقبل وخلاص. طيب يلا بينا نخش على اللي تشوز، يلا بينا يا شباب. دلوقتي نمبر 1 في اللي تشوز بيقول لك the city council، مجلس المدينه asked، طلب an artist، فنان او رسام to paint، عشان يلون او يدهن او يرسم a massive يعني ضخم. massive يعني ايه يا جماعه؟ ضخم. طيب on the side of the library، على او جنب المكتبه to celebrate، يحتفل the town's history، عشان نحتفل بتاريخ المدينه. طبعا هيرسم على ايه ضخم؟ على جدار ضخم، على تمثال ضخم، جدار او جداريه اسمها ميورال، موجوده في يونت 11. ميورال طبعا resident لا، يعني resident اصلا يعني مواطن، misunderstanding يعني لا يفهم، وgathering يعني تجمع، فمش هينفع اي حاجه. الوحيده اللي ممكن نرسم عليها ميورال يعني جداريه، حيطه يعني. تمام. طيب رقم نمبر 2 بيقول لك the doctor told the boy that he had a in his back tooth، ثانيه tooth في سنته اللي في الخلف في اخر بقه، يعني يبقى cavity.
تسوس. اي حد عنده معجون سنان بص عليها هتلاقيها مكتوب عليه. تمام. اللي بعديها بيقول لك work places، بس ثانيه واحده تعال نترجم دول معلش. joint يعني مفصل، مفاصل في الايد مثلا، مفصل الايد، الركب، الكلام ده. لاك يعني نقص، وسسبنشن يعني امتداد، توسع، امتداد كده. طيب نيجي على اللي بعديها يا شباب. بيقول لك I'm sorry، انا اسف. I not to، بس اقف. seemed لا تنفع. ينفع seemed. ليه انا عملت اكس؟ لا ينفع seemed. ينفع. ينفع seemed. طيب بص بقى، meant بس لا. am meaning لا. يبقى احنا يا seemed يا was supposed. تعالى بقى نقرا. هقول من المفترض ان ولا يبدو ان. بيقول لك I'm sorry I not to call you yesterday. انا اسف، يبدو ان انا اتصلت بيك امبارح but I completely forgot، ولكن تماما نسيت. ولا انا اسف المفروض كنت اتصلت بيك امبارح ولكن نسيت. نسيت تماما. completely معناها تماما. ممكن نستخدمها واحنا بنكتب باراجرافز يا جماعه في الجمل، يعني نقول الضمير والاسم نحط وراه completely. يبقى الاجابه هنا was supposed to. قلنا supposed ايه قاعدتها؟ am او is او are او was او were، بعد كده supposed، بعد كده to، بعد كده الفعل في المصدر infinitive. طيب يلا بينا خش على نمبر 5. يلا بينا يا شباب. نمبر 5 بيقول لك I not saved more money. انا وفرت فلوس كتير او فلوس اكتر for my holiday، عشان الاجازه بتاعتي. now I can't afford to go. دلوقتي مش قادر اتحمل او مش عارف ان انا احط التكاليف بتاعتي دي زي قبل كده. go anywhere nice، مش عارف اروح اي مكان. طيب حلو قوي. دلوقتي يا جماعه لو قلنا should بيجي وراها الفعل في المصدر، ما ينفعش. خلي بالك هو هنا بعد النقط في ed، يعني هنا في الماضي، فوانت بتحط اي helping verb لازم تحط الهيلبنج verb ووراه have، وبعد have التصريف الثالث عشان هنا هيكونوا في الماضي. فشود لوحدها غلط، had to غلط، فانت هتختار يا اما should have يا اما must have. تعالى بقى نقرا. بيقول له I not must have، يعني لو حد قال must have هيقول I must have saved more money. لازم؟ هو ده قانون؟ احنا قلنا must تيجي مع قوانين، هو ده قانون؟ لا. هو هنا بينصح نفسه، بيقول لنفسي انا لو انا كنت حوشت فلوس كتير تمام كنت هروح ان انا اصيف يعني واستمتع بالاجازه، لكن دلوقتي ما بقتش عارف، فده مش قانون خالص، فمش هينفع must. فالاجابه هتبقى should. I should have saved more money. المفروض كنت حوشت فلوس اكتر في الاجازه بتاعتي، انا دلوقتي مش قادر اتحمل التكاليف. طيب اللي بعديها بيقول لك my grandfather، جدي not till، بس وقف فعل في المصدر. is used to لا، بيجي وراها verb plus ing. uses غلط. was used to لا، بيجي برضه وراها verb plus ing. فالوحيدة اللي صح موجودة هنا اللي ممكن يجي وراها infinitive would اللي هي بديلة ل used to. طيب يبقى my grandfather would tell us amazing stories every night before bed. كان بيقول لنا قصص رائعة كل يوم بالليل قبل النوم. فهنا bed مش جايب معنى سرير، جايب معنى النوم. طيب نمبر 2 يا شباب او نمبر 1 في الري رايت بيقول لك حط have to. بليز قبل ما تحط have to او قبل اي شيء بص الاول على تاني كلمه في الجمله. هنا مكتوب it wasn't، ماضي ونفي. فاحنا بنجاوب يا جماعه مش هنقول have to، هنقول didn't have to. هنقول ايه تاني؟ didn't have to. هنقول ايه تاني؟ didn't have to. محدش ينسى بليز. يبقى she، ليه she؟ عشان هنا في her، وجملتنا دايما من بعد to. جملتنا دايما يا جماعه اللي ورا to، كل ده هنكتبه. بس ليه شي؟ عشان هير بتحول لشي، هبدأ بشي. طب لو مكتوب هم هو هتبقى هي. طب لو مكتوب ماي انا هتبقى اي. محدش ينسى دول، اكتر 3 بيتكرروا. طيب يبقى هنقول she didn't have to. خد بقى جملتك اللي ورا to يا شباب. هي مش كانتش محتاجة to cook dinner last night. افكرك بس بحاجة صغيرة، كان عندنا 7 كلمات معناهم مش محتاج. don't have to، doesn't have to، didn't have to. اكيد كله بيقول معايا ان احنا قلناهم كتير قوي. don't need to، doesn't need to، didn't need to، وكان عندنا كمان كلمة needn't. كلمة ايه تاني؟ needn't، يعني مش محتاج. كل ده مش معناه مش محتاج. بس didn't have to و didn't need to كانوا بيجوا مع الباست، مع الماضي. needn't ممكن لما نخليها في الماضي يبقى اسمها ايه؟ needn't have والتصريف التالت. بس هو احنا بنجاوب على قد اللي هو كاتبه لنا اهو. خلي بالك لو دي كانت از كانت هتبقى دي she doesn't، كانت هتبقى مضارع وبرده doesn't have to عادي جدا، بس في الاخر ما كناش هنكتب last night.
تمام؟ فمحدش ينسى ان I we you they او اي كلمه جمع مع don't، لكن he she it او اي كلمه مفرد مع doesn't. please don't forget. طيب نمبر 2 بيقول لك if you had a map، لو معاك خريطه you wouldn't get lost، حط without. without يا شباب بديل اف او بديل الاف، معناها بدون، دايما بيجي وراها verb plus ing عشان هي حرف جر، او noun. انت بقى اعمل ايه؟ شيل اف، وادي يو هتشيلها، الضمير او اسم مش محتاجينه في حاجه، وهاد مع السلامه، مفيش اي ان جي او فعل في المصدر، فاحنا نحط له اي ان جي، دي في الماضي مش هينفع. طيب هنا مكتوب ايه؟ a map، يبقى without a map يعني بدون الخريطه. المعنى مظبوط اهو. الجمله الثانيه ما تجيش جنبها، اكتب كل حاجه الناحيه الثانيه زي ما هي اهو. you would get lost، تمام ولا wouldn't؟ ها would get lost هتوه، يعني بدون الخريطه هتوه، ولا بدون الخريطه مش هتوه؟ اكيد بدون الخريطه هتوه، يبقى انا هنكتب wouldn't النفي، ولا هنخليها would؟ هنخليها would، حته معنى بس صغير. طيب حاجه كمان يا جماعه، عندنا برضو كلمه اسمها but for، بديل الاف برضو معناها بدون. محدش ينسى لو جه قال لك حط but for مكان مثلا without، هتروح كاتب but for a map، والجمله الثانيه برضو زي ما هي بس هنا هخليها would برضو، تمام؟ فبut for معناها بدون. طيب عندك برضو حاجه كمان كان اسمها in case، اكتبها بس كويس، in case of يعني في حالة. in case of يعني ايه يا جماعة؟ في حالة. in case of دي معناها في حالة. تاني in case of معناها ايه؟ في حالة. حلو قوي. in case of بيجي وراها noun. يعني ايه مثلا؟ ممكن حد يقول ايه in case of a map، بس طبعا المعنى هنا مش هيناسبها، مش هيناسب in case of. بس بقول لك in case of بيجي وراها ايه؟ زي مثلا المثال المشهور اللي احنا لما قلنا الدرس اسمها in case of an emergency، يعني في حالة الطوارئ in case of an emergency. طيب عندنا برضو حاجة كمان كان اسمها in case بس. in case بس برضو معناها في حالة، تمام؟ يعني in case دي و in case of الاتنين معناهم في حالة. برضو دي كانت بديلة الاف، هتروح قايل in case، بس in case بيجي وراها جملة، عارف يعني ايه؟ يعني ما تشيلش اي حاجة غير اف، هتروح قايل in case you had a map you would get lost بس. you wouldn't بقى لو انت ما كان يعني في حالة ان معاك الخريطة ما كنتش هتوه. حد فاهم الفكرة؟ فتاني نقول تاني without معناها بدون، بيجي وراها verb plus ing او noun. طب but for معناها بدون، بيجي وراها verb plus ing او noun، والافضل ورا but for noun، تمام؟ يعني كلمة او اتنين بعد كده الفاصلة وبكمل الجملة التانية. طيب in case of معناها في حالة، بيجي وراها ايه in case of دي؟ بيجي وراها ايه in case of دي؟ تاني بيجي وراها ايه in case of دي يا جماعة؟ noun، يعني كلمة أو اتنين. طيب in case بس بيجي وراها جملة، محدش ينسى لو سمحت، بيجي وراها ايه تاني؟ جملة. يعني هتاخد كل ده تكتبه زي ما هو، بس هتشيل اف بس. يعني in case عاملة زي اف و unless، بس unless عكس اف، يعني لازم جملة من الاتنين فيهم نفي أو معنى سلبي. بص افتكرنا كل حالات اف بالبدايل ومحدش حاسس. طيب نخش على اللي بعديها، يلا بينا. رقم 3 في الري رايت بيقول لك حط ويل هاف. حلو جميل قوي، جرامر يونت 12، جرامر يونت 12. طب ويل هاف والتصريف الثالث هو كاتب نيكست ديسمبر، احنا قلنا الدرس ده ما بيجيش كده، تمام؟ عشان ما حدش ينسى الدرس ده ما بيجيش كده، لازم باي مع المستقبل، يبقى باي نيكست ديسمبر. اعمل الكوما، اوعى حد ينساها بليز، ما حدش ينساها. ذا كومباني تمام ويل هاف هاير يعني يوظف، هتبقى هايرد، حط لها دي بس اغلب الافعال في التصريف الثالث نحط لها اي دي، هي اخرها اي، حط لها انت دي. hired 50 new staff members، بس كده بس. شكرا جزيلا، الدنيا تمام زي الفل، مفيش اي حاجه صعبه. طيب رقم 4 بيقول لك سارة is aware that، يعني سارة مهتمة أو خايفة من حاجة. the exam is tomorrow، الامتحان بكرة. بيقول لك حط no، يبقى سارة هنبدأ بسارة، ضمير أو الاسم، أدي الاسم اللي موجود أهو، يبقى سارة no ولا نوز؟ نوز، لازم تحط لسه التحقق، ما هو سارة شي. جرامر يونت 9 يبقى لسه التحقق. سارة knows that the exam is tomorrow، يعني سارة عارفة أو تعرف إن الامتحان، أو that the exam is tomorrow. أهو كملت الجملة زي ما هي، يعني ما عملتش حاجة. طيب تعال نخش على القطعة ونحلها زي القطعة بتاعة المرة اللي فاتت. أول حاجة يا جماعة هنا بيقول ليلى، مش عايز ليلى في حاجة، بيقول لك what problem، إيه المشكلة؟ did ليلى notice in her
neighborhood at the beginning of the story. ده الكلمة في السؤال، طلع الكلام. كل واحد ياخد وقته كده وبص مقع عينيك زي ما بيقولوا. بصوا يا جماعة، ليلى ادي شي ونوتست اهي، او ليلى noticed an elderly man. ليلى خدت بالها ان في راجل كبير في السن struggling to carry his groceries home. كان بيعاني او بيكافح عشان يشيل بس حاجة البقالة اللي مشتريها للبيت. تمام ماشي كده، بس هي دي المشكلة. بس اهو اهي نوتس ودي ليلى بقت شي، بس شي دي عايدة على مين؟ على ليلى. طب هنا how did Mr. حسن decide to give back to the community؟ اهو 1 2 1 2 ادي التالتة. خد كل ده كده تعال ندور عليه سوا. طب هنا ليه ما عملتش يعني من اول ديد؟ ما هو مش هينفع، ما هو وات بروبلم دي يعني ما المشكله؟ يعني دي كلمه واحده، حاجه واحده يعني، عشان كده باخد اللي ورا الفعل المساعد. اهو مستر حسن decide to give back to the community. اهو فين مستر حسن؟ ادي مستر حسن اهو، ودي مستر حسن اهو. تعبوا عينيكوا، اتعبوا عينيكوا، اتعبوا عينيكوا، اتعبوا عينيكوا. اهو بص بقى مستر حسن هنا، مستر حسن جاي في الاخر خلاص مالكش دعوه بيه. اهو مستر حسن offered to paint، offered عرض، فهنا give يعطي، فهي هنا قريبه منها في نفس المعنى. a mural يعني يلون جدار او جداريه او حائط او تمثال. تمام. on the old crumbling wall at the end of their street، في نهايه الشارع بتاعهم على الحيطه اللي هي crumbling دي يعني متبهدل. تمام. فطبعا هي دي الاجابه، بس انا بقول لك معناها يعني. فكل ده الاجابه نمبر 2 على الحيطه اللي في اخر الشارع. او بص of their street شارعهم، الشارع بتاع مين؟ مستر حسن وليلى. بس بحل القطعه ازاي؟ بيرفكت. تاني خش على اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده. وات افكت راح فين؟ طيب what effect did اهو what effect يعني التأثير did خلاص من بعد did the mural have on the neighborhood. التأثير الرسمة أو الجدارية دي كانت على النيبرهود. التأثير تعال نشوف. بص news spread quickly، الأخبار بدأت تنتشر بسرعة. and soon neighbors began gathering to watch، الناس بقت عايزة تيجي تشوف. أو his painting أهو his painting sparked conversations laughter and the friendships that كل ده. أهو بص شايف كلمة community يعني مجتمع، هي neighborhood يعني مجتمع أو حي، هي أنت بقى تعمل إيه؟ مش هينفع ناخد من أول كلمة weeks، لو هنا مش بيسألنا عن المدة هناخد من أول كل ده والله عايز بقى تكمل وتقف لحد مثلا يعني هنا تمام. طب عايز تكمل كل ده تمام. طب عايز تقف لحد هنا تمام. كل ده تمام وزي الفل، كل ده خاص بالإجابة. يعني بقول لك ايه اللي حصل؟ النيبرهود المجتمع او الناس عملوا ايه؟ بص بقى في فريندشيبس، الناس واصحابهم، كل اصحاب بقى يروحوا يشوفوا الصورة دي او يشوفوا الحائط ده ويتصوروا جنبه. بقى في محادثات، الناس تتكلم مع بعضيها conversations، laughter، الناس بقى تروح هناك وتضحك وتبتسم، المكان بقى شكله حلو وشكله جميل. بس كده. نيجي على اللي تشوز. The underlined word there احنا قلنا there من شوية. the residents of the neighborhood يعني سكان الحي او المنطقة اللي هم مين؟ ليلى، وبيقول لك شارعهم. and اما قال فوق مستر حسن. لو كان قال لي كده في اختيار من الاختيارات كنت اخترت الاختيار ده، لكن ما قالش. دي اقرب حاجه للاختيار، الاقرب حاجه اللي في قطع، لان هنا بيقول لك مستر حسن and his fellow artists والفنانين صحابه. لا government الحكومه، ما جبناش سيره الحكومه. ليلى's family عيله ليلى، لا. فدي الوحيده اللي صح، حتى لو حد مش عارف معناها يا جماعه، دي الوحيده اللي صح، لان الثلاثه اللي فوق غلط. تمام. residents يعني مواطنين، كلمه residents دي معناها مواطنين. طيب according to the story بالنسبه للقطعه او للقصه، الاجابه فوق. خد الكلام ده دور عليه. بيقول لك the community transformed because اهو transformed اهي community اهي.
خد بقى اللي وراها. all because one young girl، عشان بنت واحدة choose to care، بقت خايفة على حد أو حبت تساعد حد، فالشخص ده ساعدها وخلى مكان المنطقة بتاعهم أو اهتموا يعني، والدنيا بقت حلوة أهو. one young girl one young girl، بدل care كتب لك kindness، بس كتب لك كل الكلام اللي في القطعة فوق. شكرا، سلام عليكم. ما تديش القطعة أكبر من حجمها عشان الواحد ما يتخنقش. واحد هيجي يقول لي يا مستر انت ما حلتش الترجمه في الامتحان الاولاني. ما حلتهاش، هحل الترجمه بعد لما اخلص الثلاث امتحانات، هجمعها مع بعضيها يا جماعه. طيب عندنا citizens must not be، هنا الاسلامك، المواطنين ما ينفعش يكونوا ايه ان اسلام oppressed يعني مهووسين. as they have equal rights and duties، يعني ما نبصش لبعض يعني، تمام، لان كلنا عندنا نفس الحقوق ونفس الواجبات. رايتس يعني حقوق، وديوتيز يعني واجبات. بعد كده عندنا عباده بن الصامت، عباده was not in planning، في التخطيط and developing وتطوير ذا سيتي اوف فسطاط، مدينه الفسطاط اللي موجوده عندنا لحد دلوقتي. فالاجابه هتبقى involved يعني اشترك في. involve in لو حد نسي زي ما قلت لكم قبل كده اسمها involve in. طيب practicing of tolerance يعني ممارسة التسامح does not mean weakening one's convictions. لما تبقى متسامح ده ما يعنيش ان انت شخصيتك ضعيفة او يضعف شخصيتك، صح؟ tolerance التسامح يا شباب، tolerance التسامح. طيب رقم 4 الليث بن سعد. الليث بن سعد was a prominent scholar، يعني كان معلم عظيم او عالم عظيم. who never narrated حديث، عمره ما روى حديث. لا طبعا غلط. بصوا بقى عنوان الباراجراف ده young people، الشباب the key to a better future. يبقى احنا هنا هنتكلم عن مين؟ عن الشباب. ممكن حد يستخدم ورقة الباراجراف زي حتى الامتحان الاولاني وكل الامتحانات، بس وانت بتستخدم تتكلم عن young people. يعني هتقولي مثلا I'm going to talk about young people، بعد كده هتروح قايل لي مثلا they are important and useful to our country. they are، واحد يقول it is young people جنب. لو حد يا جماعه عايز يخش في الموضوع على طول، نصيحه يعني اكتب جمله المقدمه اللي هي البسيطه دي، بعد كده خش في الموضوع وعيش حياتك والدنيا هتبقى سهله وبسيطه بالنسبه لك. طيب خش بقى على الامتحان الثالث، وبعد لما نخلص الامتحان الثالث ان شاء الله هنمسك الترجمه بتاعه الامتحان الاول والثاني والثالث. اول سؤال عندنا في الدايلوج في المحادثه بيقول له good morning doctor. البيشنت المريض بيقول للدكتور good morning، راح قال له good morning what seems to be. seem to ايه ده؟ جرامر يونت اهو. seem to يبدو ان، بعد كده بي ذا بروبلم، بيقول له ايه مشكلتك؟ راح قال له حاجه، راح قال له اي سي انا شايف، تمام. راح قال له حاجه، قال له I have a headache and a sore throat، عندي صداع وسور ثروت. بص سور ثروت احتقان في الزور، تمام. يعني انا هقول له هنا what's او what seems to be the problem، هيقول له ايه؟ هيقول له انا مريض مثلا، هيقول له انا مريض I am sick او I am tired. هنا براحتك، لو كتبت sick او tired عادي. راح يقول له انا تمام ماشي انا شايف ده. ايوه عايز ايه بقى؟ هيروح قايل له ايه؟ what's، بصوا بقى يا شباب دي what is the matter. ممكن حد يقول لي ايه يا عم انت ما عملتش ليه what do you have دي دبل تي، ما كتبتش ليه what do you have وريحت دماغك ودماغنا. what do you have دي يعني ماذا تملك او ماذا عندك، ماشي عادي صح، بس what's the matter يعني ما المشكلة او مالك، يعني فيك ايه. شفت لما حد بيكلم حد فيك ايه مالك احكي لي، هي دي what's the matter. لو حد كتب what do you have عندك ايه عادي، تمام. بس انا رايي خليك في يعني الحته الافضل شويه، بس دي صح ودي صح. طيب راح قايل له حاجه هنا، سؤال اهو، راح قايل له يس، بس مع السلامه يس مع السلامه. معلش I have ولا I had؟ I had ماضي، يبقى في السؤال did I هتحول ليو، had هتبقى have. كمل بقى. did you have a slight fever أو did you have a fever last night؟ بس لو حد مش عايز يكتب سلايد دي يا جماعة عادي جدا، لو حد مش عايز يكتب سلايد دي يعني قليل عادي جدا. لو حد did you have fever last night، هل كان عندك سخونية امبارح بالليل؟ راح يقول له ايه؟ كان عندي شوية سخونية امبارح بالليل. طيب بص هنا
no I مع السلامة no. ادي I haven't بس ولا I haven't taken ادي have وراها تصريف ثالث. لما يكون في have او has او had وراهم فعل في التصريف الثالث كده تمام، غمض عينك واكتب have او has او had فوق. لكن لو had جايه لوحدها اهو زي ما انت شايف كتبت انا did بس، الا ان هنا وراها مش فعل، صح كده؟ طيب يبقى هنا have you سؤال بهل برضو، ده سؤال بهل وده سؤال بهل. السؤال بهل ترتيبه ايه؟ أداة الفعل المساعد ضمير او الاسم، يبقى have you taken تمام any medicine. كمل بقى الكلام زي ما هو. هل أخدت أي أدوية لحد دلوقتي؟ قال له no I haven't taken any medicine yet. ما أخدتش أدوية لحد دلوقتي بس، شكرا. خش على اللي بعديها. يلا بينا على تشوز. بيقول لك modern medicine الدواء الحديث أو الطب الحديث and better nutrition والغذاء الجيد have increased يعني زاد the average أو زود معدل human not over the last century. أكيد حياة البشر life span اسمها إيه؟ life span. لكن كامبين يعني حملة، كلمات يونت 7 حملة إعلانية يعني. لايف ستايل لأ، يعني أنا مش بكلمك عن حاجة تخص البشر عموما تمام، بتكلم عن حياة الناس تمام. هنا entrepreneurship يعني ريادة الأعمال أو البيزنس، فطبعا لأ. طيب number 2 it's important to من المهم أن not facts حقائق from opinions يعني آراء when evaluating information لما نيجي نقيم المعلومات. sources المصادر اللي بنجيب منها المعلومات. حلو قوي. access يعني يدخل إلى شيء، لا. combine لا، combine يعني يخلط حاجة بحاجة زيها زي كلمة mix. mentor يعني يراقب، لا. separate يعني نفصل ما بين كل حاجة والتانية لأن في مصادر مختلفة. sources يعني مصادر، فهندخل كله في بعض والدنيا هتبوظ. بعد كده عندنا although بالرغم من the business failed بالرغم من البيزنس فشل the entrepreneur اللي هو رائد الأعمال أو رجل الأعمال remained ظل أو بقى فضل على إيه يعني about his next project عن مشروعه اللي جاي. يبقى optimistic فضل متفائل. optimistic عكسها pessimistic. دي متشائم. pessimistic متشائم، optimistic متفائل. اللي احنا اخترناها متفائل. طيب نخش على number 4. number 4 يا شباب عندنا بيقولك if I not $1 million قاعدة if. الناحية التانية دي would والمصدر. الحالة الأولى كانت if مضارع بسيط will والمصدر. الحالة التانية if ماضي بسيط زي كده would والمصدر. الحالة التالتة كانت if ماضي تام اللي هو had والتصريف التالت للفعل. الناحية التانية would وhave والتصريف التالت للفعل. فدي غلط ودي غلط ودي غلط. الوحيدة اللي ماضي هنا بسيط had معناها يملك، كان يملك أو كان عنده. لكن had وراها تصريف ثالث خد معنى الفعل اللي وراها. بعد كده يا جماعة عندنا every summer نقعد to the beach and build sand castles. كل صيف نروح الشط ونبني قلاع من الرمال. طبعا مش هينفع use مفيش دي. طب هنا where لا. get used to دي صح، بس لو هو قال لك ان هو لسه بيعمل الحاجة دي لحد دلوقتي، هو ما قالش في الجملة ده، قال لك لحد كلمة sand castles او قلاع من الرمال، فدي غلط. فالإجابة بتاعتك used to أو would والمصدر. used to مش موجودة، روح لwould. محدش ينسى. طيب I know what you mean. أول ما تلاقي يا جماعة what you mean اختار الفعل في المصدر. I see what you mean يعني أنا فاهم أنت بتقول إيه، أنا فاهم قصدك إيه. اسمها I see what you mean. يعني أي حد فينا بيتكلم مع حد إنجلش حابب يطور اللغة بتاعته، حد بيحكي له حاجة راح قايل له I see what you mean أنا فاهم أنت بتقول إيه، ويروح داخل بقى في الكلام أهو. It's very clear now. الموضوع واضح دلوقتي. يبقى اسمها ايه؟ I see what you mean. اسمها ايه تاني؟ I see what you mean. ده لفظ بيتقال مع بعضه كده يا جماعة. جرامر يونت 9. يلا بينا نخش على الصفحة اللي بعديها. يلا بينا نخش على الري رايت. أول واحدة بيقول لك حط where بديلة من بدائل اف يا شباب. where دي ايه قاعدتها؟ where ضمير أو اسم صفة. الناحية التانية would والمصدر. طيب القاعدة التانية where
ضمير او اسم، to والمصدر، الناحية التانية would والمصدر. بس كده. هو بيقول لك ابدأ بwhere اهو، يبقى اف مع السلامة، يبقى where you to finish your homework فاصلة you could go out. بدل would اللي حاطط السؤال كاتب could، عادي جدا مفيش أي مشكلة. طيب اللي بعديها يا جماعة بيقول لك حط mustn't. حلو قوي. احنا جملتنا من بعد to اهو. it's forbidden يعني محرم أو ممنوع مع السلامة، مفيش ضمير أو اسم، هنبدأ بيو. يبقى you mustn't use أو use موبايل phones during exams. بس والله العظيم ما بتعمل حاجة. اللي بعديها بيقول لك حط seems. حط ايه؟ seems اسمها seems to. يبقى it appears that مع السلامة، جملتنا من بعد to أو من بعد that، يبقى هنبدأ بشي. يبقى she seems to أهو. knows لا no، عشان to وراها الفعل فين؟ في المصدر. the answer. she seems to know the answer يعني هي تبدو إن هي عارفة الإجابة، شكلها عارف الإجابة. طب نمبر 4 بيقول لك حط will have. سؤال متكرر في الثلاث امتحانات أهو. يبقى هنيجي قبل next year نقول by next year she will أهو. she will complete لا have completed ed the masters أو her master's degree درجة الماجستير. شكرا. خش على اللي بعديه. يلا بينا نحل القطعة زي ما عملنا يا جماعة، مش هنزهق، أنا مش زهقان. what makes art أهو. unique means of expression according to the passage. لتاني مرة أو لتالت مرة في تالت قطعة بالنسبة للقطعة. كلمة unique يعني فريد من نوعه، means of معنى أو وسيلة، و expression يعني تعبير. طلع الكلام ده من فوق أهو. art أول حاجة art has always been one of the most powerful means of human expression. بس نفس الكلام اللي في السؤال أهي. expression means أهي means of. بس شكرا، مش عايزين أي حاجة تاني. هنا how have دي number one. number one how have artists أدي artists used their work. الفنانين أو الرسامين كانوا بيستخدموا شغلهم إزاي throughout history عبر التاريخ. طلعها من القطعة اتعب عينيك أهو. أهي بص throughout أهي history أهي have used their work to challenge injustice عشان يتحدوا الظلم. celebrate culture يعني زي ما بيقولوا كده ايه، يعبروا عن ثقافتهم and inspire change. تمام. ويظهروا للناس حافز او الهام جديد، يدوا للناس امل يعني. طيب number 3 why is artist described as a universal language. ليه الفن او الرسم عموما او الفن هنا بقى تمام يعتبر لغة عالمية، تقدر توصل عن طريق الفن أي شيء. تمام. برضه أهو 1 2 3 art described as a universal language. جميل جميل جميل. ها أهي universal. هبقى جملتها بص، جملتها فين من الأول. in a world often divided by language and politics. يعني عالم متقسم في ناس كتير، كل دولة بتتكلم لغة أو دول كتير بتتكلم لغات معينة. and politics السياسات أو السياسة art remains a universal language. تمام. that everyone understands. كل الناس عارفاها. بس واي لو سمحت كده قبل ما تكتب إجابة السؤال الثالث اكتب because محدش ينساها. هتقول because in a world often divided by language. هو ده السبب بس. يلا بينا نطلع تاني. كلمة spark يعني يلمع أو يظهر شيء، فالمعنى بتاعها set off يعني يظهر أو ينطلق. ده سؤال صعب، ده أصعب سؤال موجود في الامتحان. تمام. فسبارك معناه يلمع أو يظهر أو ينطلق، فهي set off. بعد take over يأخذ أو يتغلب على. slow down يعني يبطأ. put out يعني يوقف شيء. طيب بعد كده عندنا according to the passage. هنا ما فيهاش فاتي بالنسبة للقطعة. art can بص أنا مختار إيه comfort people and inspire change أهي. الشباب عشان دخلت الحاجة في بعضها. art أهي. هي دي يا جماعة، هي دي اللي هي كلمة inspire change. هي دي في حاجة برضو كمان اللي كنت عايز أقولها لكم. spark أهي. لو حد جاله كلمة زي كده في امتحان ومش عارفها، حاول تستنتج معنى جملتها.
a single painting يعني الرسمة الواحدة can spark a revolution. كلمة revolution يعني ثورة، تمام؟ يعني تظهر أو تطلق ثورة، تخلي الناس تاخد بالها يعني. بس كده. خش بقى على الإسلامك. موسيس، سيدنا موسى was born in، طبعا اتولد في مصر. حد يغلط في سؤال زي ده تبقى مصيبة. رقم 2 everyone is free to adhere one's own. كل واحد يلتزم ان هو يعترف بالconvictions بتاع كل واحد، يعني بآرائه بمعتقداته ملوش دعوة. فconvictions هنا جاية بمعنى حر في آرائه ومعتقداته، يعني هنا آراء أو معتقدات. بعد كده عندنا عبادة بن الصامت embraced Islam، اعتنق الإسلام after the second pledge، بعد العقبة الثانية. أيوة، هات عقبة صح ولا غلط؟ لا غلط، هنا مش العقبة الثانية، كانت الأولى. طيب Islam embraces the highest level of justice، الإسلام يدعم العدل أو العدالة، أكيد طبعا صح. بس كده. نيجي على اللي بعديها. نيجي بقى بيقول لك why looking after your neighbors makes a stronger society. ليه لما تهتم بجيرانك تعمل مجتمع قوي؟ فانت هنا بتتكلم عن مين؟ عن الجيران وعن المجتمع. فلما حد هيجي يبدا هيقول I'm going to talk about why looking after my neighbors. my بقى يروح تحول ليه؟ my neighbors makes a stronger society. مثلا حد يروح يقول لي I should help my neighbors مثلا we gather together، يعني احنا بنتجمع مع بعضينا and talk every day، ونتكلم يوميا. we should make our society clean، we should help the poor in our society. I watch videos on internet about improving أو about making a strong society، ازاي نعمل مجتمع أقوى، مجتمع أفضل يسعنا كلنا زي ما بيقولوا. طيب تعالى بقى يا شباب نرجع للترجمة في الامتحان الأول. طبعا لو حد عايز بقى يستخدم ورقة الباراجراف في كله عادي. حد سامع أنا بقول إيه؟ عادي جدا، عشان بس إيه كلنا نبقى عارفين. بصوا بقى يا شباب نمسك الترجمة، يلا بينا حتة حتة كده. 3 امتحانات 6 ترجمة ورا بعض. بيقول لك living and traveling on your own gives you a greater sense of independence. living and traveling يبقى العيش والسفر. العيش والسفر وحيدا، ما هو your own دي يعني وحيد، يعطيك a greater sense of independence، إحساس عظيم، إحساس عظيم. a greater sense of independence يعني الاستقلال أو الاعتماد على النفس، إحساس عظيم بالاعتماد على النفس. ممكن حد يا جماعة يقول الاستقلال عادي. expands وطبعا يعني and expands your world views، ويطور أو يوسع تمام نظرتك للعالم tremendously بشدة، ويوسع نظرتك للعالم بشدة. بس كده، أو بطريقة كبيرة أو بطريقة ضخمة، كلمة tremendously. طيب نخش بقى على العربي. محدش ينسى العربي الإنجليزي الإنجليش لي ستايل في الكتابة، ضمير أو اسم بعد كده الفعل. يعتقد الشباب أن فرصهم في النجاح، لا هو في ثانية. يعتقد الشباب أن يعني that، يبقى هو young people think that. بص بقى فرصهم اهي، فرصهم يبقى their، هم يعني their chances. ممكن حد يقول لي opportunities، انا رأيي chances اسهل. opportunities اهي مش ببخل بحد على بمعلومة على حد. opportunities يعني فرص برضو. opportunities دي معناها فرص اهو في النجاح. our chances in success أفضل، يبقى that their chances in success. بص بقى هنا لازم أعمل كده is
better. هتيجي تقول لي يا عم ايه اللي انت بتقوله ده؟ طب ما انا اكتب better على طول. ايوه يا عم، ما هو هنا مفيش فعل، من ساعه ذات مفيش اي فعل محطوط، فلازم احط فعل. وانا قلت لك ما تستناش حد يجي يقولها لك. هنا هتحط صفه، الصفه مش تيجي كده، لازم قبلها يكون في فيرب. لو ما فيش فيرب لازم انت تحطه. طب الفيرب اللي انا هحطه ده، لو هو عايزك تكتب حاجه معينه هيقول لك، هيكتبها لك. يعني يقول لك يسافر، يلعب، يجري، يمشي، ينام، الكلام ده. لكن هنا مفيش، فاحنا بنحط يا اما is يا اما are. طيب is better عند سفرهم للخارج، يبقى when. مين اللي هيسافر؟ هم، اللي هم young people، يبقى they. تمام. travel abroad when they travel abroad. متجاهلين الفرص ignoring. متجاهل لشيء ignoring، موجودة في الإسلامك يا جماعة. ignoring. تمام. الفرص التي قد تكون أفضل في بلدهم. ignoring the chances، الفرص. تاني that، لأن that معناها الذي أو التي أو أن. that قد تكون أفضل، أو maybe. maybe اللي هي قد تكون أفضل. بقى تاني أفضل better. ما بيعيد الكلام، أنا مش عارف ده إيه ده. في بلدهم، يبقى in their country. خدت بالكم يا جماعة؟ كل ما قال لي هم في أي كلمة عمال أقول their أهي their. تمام. طيب إذا التزموا بالعمل الجاد. if إذا أو لو، يعني if بص هنا في قاعدة if؟ لا هنا عايز يقول إذا أو لو، خلاص if أهي. إحنا هنا مش بنحل جرامر. حد بيكتب باراجراف ما يأذنش نفسه، عايز أقول إذا أو لو اكتب يا عم if. يبقى if they يلتزم بقى بالعمل الجاد. if they work، لا مش لا، لازم نقول يلتزم. they stick to، يلتزم بعمل شيء stick to، موجودة في الإسلامك. hard work if they stick to hard work. تعال نقراها تاني. young people اللي هو الشباب يعتقدوا أن، يبقى يعتقد الشباب أن، يبقى young people think that. فرصهم their chances أو their opportunities في النجاح in success أفضل. دي صفر، فلازم أجي قبلها كده، لازم قبلها في فعل. مفيش أنا لا أحط يا is يا are. هنا بتكلم عن حاجة مفرد اللي هو النجاح، يبقى is better. طيب عندما أو عند، يبقى when. سفرهم، مين اللي هيسافر؟ هم الشباب they travel للخارج abroad. متجاهلين ignoring الفرص التي قد تكون أفضل، يبقى the chances that may be. قد تكون يعني may be أفضل better. تاني in their country، في بلدهم. هم يعني their. إذا أو لو if. stick to اللي هي يلتزم بعمل شيء. وطبعا التزموا اللي هي they يعود على مين؟ they يعود على young people برضو. hard work لو هم التزموا بالعمل الجاد. طيب نخش على اللي بعديها ونخش على الامتحان التاني يا رجالة يا بنات. يلا بينا. oh no that's not good. كل شوية انسى الموضوع ده. يلا ماشي، يلا بينا. يلا بينا كده، فاضل لنا الترجمة هنا والترجمة في الامتحان التالت. يلا بينا بسم الله. بيقول لك creative thinking is the process، يبقى يعتبر التفكير الإبداعي عملية. process يعني عملية، مش عملية جراحية، عملية نقل معلومات، اكتساب خبرة. تمام. the process by which individuals، عملية بص الأفراد، أو عملية. طب come up with يعني يبتكر أو يجعل new ideas، يبقى عملية. يبقى يعتبر التفكير الإبداعي عملية تجعل الأفراد يبتكروا. خلي بالك تجعل دي أنا قلتها من دماغي، مش موجودة فوق، غصب عني لازم أمشي الجملة بالعربي. أعمل إيه؟ قلت لك مفيش ترجمة حرفية، فأنت قولها بعد ما تحلها كده اقراها، عرفت تقراها يبقى تمام. تجعل الأفراد يبتكروا أفكار
جديدة. طيب it's essential يعني ايه؟ ضروري او مهم for success in life. تمام؟ يبقى هي اللي هو التفكير الابداعي، لا او هو بقى، هو او انه ضروري. تمام؟ للنجاح. طبعا لو حد قال انه مهم عادي، انه ضروري للنجاح في الحياة. حلو قوي. طيب نيجي على نمبر 2. النجاح ليس مهمة سهلة. يبقى success is easy ولا is not easy؟ is not easy. يبقى success is not an easy task، لأن task معناها مهمة. حلو قوي. هو عمل فاصلة ادي الكومة. فالطموح والصبر. طموح يعني ambition and patience. كلمات الحفظ يا شباب. ambition and patience. أهم ثانية، هما أهم. أي حد ما بيعرفش إنجلش والله العظيم هيكتبها غلط. هما أهم. هنا دول جمع يبقى ار. هتيجي تقول لي فين ار يا عم؟ هو مش هيجي يكتب لك اما واذا وار ويقول لك يعتبر ويكون، مش هيجي يقول لك كده والله. ده راجل طيب عمل كده، محدش يعمل كده اصلا. هما مش بيجوا، انت اللي هتحطها من نفسك. او ار اهم الصفات يبقى ار the most. اهم، لو حد فاكر لما جينا نقولها the most important qualities. طيب التي يتحلى بها الفرد يبقى that the individual يملك. بقى يتحلى دي يعني يملك أو عنده has، أو that the individual has. بص بقى، كي يتمكن أهو has. هنا أروح كاتب كده to، دي مش has to اللي أنتوا عارفينها. هنا في حاجة ما بينهم أهو على حسب المعنى. كي يتمكن من تحقيق النجاح يبقى to. بس احنا بقى ممكن نعمل كده غصب عننا عشان محدش يفتكر ان دي has to. that the individual has to يتمكن يعني يحقق، يتمكن من تحقيق شيء يبقى to that the individual has to get. تمكن يعني يحصل على، هي تمام. to برضو تاني achieve goals. that the individual has to achieve goals. that the individual has to get to achieve goals. هو اللي عايز نكتبها كده. أو ممكن حد يقولها على طول كده that the individual تمام get على طول to achieve goals. يعني ممكن ما يقولش has دي، يعني ممكن نعمل كده أسهل بقى يعني خالص. أهي مادام هي واحد that the individual get، بس أنت بتكتب get خليها gets بس، عشان الانديفيدوال يعني الفرد مفرد، يعني يا هي يا شي، فبتحط اس التحقق. that the individual gets to achieve goals بس. نيجي على آخر امتحان بالنسبة لنا في الفيديو كده، نكون راجعنا على أكبر كم ممكن من المنهج، وإن شاء الله كلنا نجيب درجة عالية أو نقفل الامتحان. يلا بينا، ما ورناش غير young people. أنا المرة دي هنا هبدأ بالعربي. السياحة ليست مصدر للعملة الصعبة يبقى tourism. في فعل أهو حد هنا يا عم كمل، أول حد فقط في فعل. لا، فأنت غصب عنك هتروح لمين؟ لإز. السياحة مفرد بس هو بيقول لك ليست يبقى is not a source of. مصدر ليه يعني source of، مصدر ليه يعني source of، يبقى tourism is not a source of. تمام. foreign
currency. foreign currency يا جماعة يعني العملة الصعبة. دي كلمة مش عندنا في المنهج، نعرفها لو سمحت، نبص عليها. foreign currency. طيب، وتوفير فرص العمل فقط. and providing يعني يوفر أو يمد بيه أو يزود. providing job اللي احنا لسه بقى قايلينها job opportunities. كلمة opportunities اللي هي فرص، وخلي بالك opportunities أغلب الوقت بتيجي مع job، فأنت لازم تبقى عارف opportunities دي. opportunity يا جماعة آخرها y أصلا، بنشيل الواي ونحط مكانها IES. ف opportunities job opportunities دي فرص العمل. طيب only يعني فقط، فاصلة بقى، ولكنها فرصة جيدة. but ولكن، لا ما قالش ولكن، قال ولكنها it دي عايدة على السياحة، يبقى it is a good opportunity أو a good chance. it is a good chance. خلي بالك لما بتيجي تكتب job الوظائف بتيجي معاها كلمة opportunities، أي حاجة تانية عادي ممكن تكتب chance. يبقى but it is ما فيش هنا فعل، مفيش فعل بروح ل is أو are. but it is a good chance لإعطاء، يبقى to give. صورة جيدة، صورة جيدة، صورة جيدة، يبقى to give a good image. حد كتب فوتو، حد كتب picture، عادي ما عندناش مشكلة. تمام. image برضه يعني صورة. to give a good image أهو عن about. بص بقى، حضارة مصر وثقافتها العريقة، يبقى about Egypt. أو خليها لأ عشان محدش يحط اسم الملكية، ده موضوع فيلم كبير عشان مش لغط. أهو about civilization حضارة and great عريق اللي هي great هي عظيم culture. about civilization and the great culture بتاع مين بقى كل ده؟ لما تقول لنفسك كده وانت بتكتب اي حاجة بتاعت مين، قول of Egypt. of Egypt. بس كده. تعالى بقى نخش على الانجليش. بيقول لك young people should، يبقى should start their own businesses. حلو، يبقى الشباب يجب أن يبدأوا، الشباب يجب أن يبدأوا. تمام. مشاريعهم، عايزينها في حاجة دي. تمام. أن يبدأوا مشاريعهم أو أعمالهم الخاصة، عشان كلمة own. تمام كده. طب احنا مش عاوزين دي في حاجة، ممكن بقى دي ايه، اكتبها تاني، يبقى تاني نقولها تاني. الشباب يجب عليهم أن يبدأوا مشاريعهم الخاصة، ولا ينتظروا don't wait for government، ولا ينتظروا government jobs الوظائف الحكومية، ولا ينتظروا الوظائف الحكومية. تمام. بص بقى نقطة، this will benefit them. هذا يعني this أو that، هذا سوف ينفعهم. ين بقى ينفعهم، هذا سوف ينفعهم. تمام. and their countries as well، وبلادهم، و as well دي معناها يا جماعة أيضا.
بس كده نكون خلصنا ال3 امتحانات التدريب بتاعنا. ان شاء الله مع بعضينا في المراجعه النهائيه هتعرف البرنامج بتاع المذاكره هتذاكر ازاي وهتعملوا ايه، وهتلاقي الدنيا سهله خالص باذن الله. الكل يقفل والكل يكون بيحل الامتحانات التانية كويس جدا، ولما نوصل لامتحان الانجليش يبقى الدنيا تمام. سلام.